شايف هواية بوق، وين ما تحط راسك تلقى بوق، وين ما تطبب راسك تلقى بوق بأي مكان. لكن رجل دين يبوق أغنية كاظم الساهر هاي ما شايفها، هاي جديدة والله العظيم، هاي جديدة. شباب بالمونتاج ركبوها واحدة فوق الأخ وراح يشوفوكم كاظم الساهر وهذا المعمم اللي باق أغنية كاظم الساهر وسواها على أساس إنه هو قصيدة مالته هو كاتبها باوع باوع. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء في عطش إلا رأيت جمالا منك في الكاس، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا والله مسكين كاظم الساهر، والله العظيم كاظم الساهر مسكين. تخيل معمم يبوك كاظم الساهر يعني انا ما اعرف هذا الاعلام، ما ادري يعني سبحان الله، هي صايره هيته، ماكو رقابه، ماكو عليه كلام. هذا بكل برنامج يجيب بعض المعممين وينتقدهم. اولا انت طيبه قلبك ما حافظها يا بعد عيوني، اي والله احفظ نفسك ولا تكون مأبون، يعني حتى ذلك الوقت من تنتقد الناس تاخذ من يمك انتقاد. ثانيا انت قولت الشيخ علي المياحي، هو الرجل ما قايله، ما قايل هاي القصيده الي. نعم هذه القصيده للحلاج الصوفي الشيخ نقلها، وكاظم السافل هم ما جايبها من جيبه، جايبينها من الحلاج، وشيخ علي المياحي ما جايبها من كاظم الساهر، هم جايبها من الحلاج، وكل من قراها بطريقته. ونعم احنا كطلبة علم كرجال دين انتقدوه، وانا اول من الناس انتقدت الشيخ انه ما يجيب هيك كلمات وما يجيب كذا، وشيء جدا طبيعي. ليش اخونا؟ لان احنا ما ننتقد ونسقط شخصية علي المياحي او غيره من الاسماء، لا احنا ننتقد نقد علمي حتى الناس تتوضح لها المسألة. هسه يقول البعض ليش ما تتواصلوا وياه؟ كان ما عندي تواصل، لكن هالفترة ان شاء الله يكون تواصل، وطبيعي نتواصل. واخونا هسه مهما يكون حتى اذا ما عندي تواصل او اريد انتقده ماكو كل مشكلة، اخوي وانا انتقده بالاعلام طبيعي. بس اما يجي واحد نفس هذا المأبون اللي هو ما حافظ نفسه، وهسه خفت انه بنزل دوسة ونص وينحضر المقطع، وفن اذا ينتقد رجال دين لطوائف اخرى او ينتقد صحيح المجاري وصحيح مسلم وغيرهم اللي بيخرط ما شاء الله، احنا نوجه لك، مو شو نوجه لك رسالة، لانه هو ما اعرف، لانه انت لغة البشر ما تفتهمها. يراد ان نجيب نبي سليماني والله، لان هو يعني النبي يتكلم مع يفتهم لغة الحيوانات. اي والله الا نجيب لنا نبي، لان احنا البشر العاديين ما تفتهم كلامنا. ما اعرف انه الحيوان شلون يعني يفتهم البشر، ما اعرف. المهم انت امثالك تروحون فدوة لكل عمامة شريفة، عمامة من الحوزة الشيعية، هاي خليها في بالك. تروح فدوى علي المياحي، انت شنو تلحقه؟ شنو تلحقه؟ مهما كان اختلافنا اني والاخرين مع علي المياحي انتقاد علمي او اختلاف علمي، مع ذلك تروح لفدوى انت وامثالك، تروحون فدوى علي المياحي، هاي خليها في بالك. ولا تتدخل بينا، روح شوف لك غير ناس وانتقدهم. اي واحفظ طيبة قلبك عزيزي. حياكم الله.